بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ هذا البرنامج الجديد. الجزائر هذا المساء على شاشتكم الشروق نيوز. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. نتمنى أن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الجزائري عموما وللشبكة البرامجية لقناة الشروق نيوز تحديدا. البرنامج سوف يكون معكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت بالتحديد، وأتشرف بتقديمه لكم رفقة زميلتي ياسمين المسوس التي تلقاكم يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. وفي برنامجنا هذا المساء كان بودي نبدأ بأشياء جيدة وإيجابية، ولكن نبدأ بهذا الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية لسيدة جزائرية تصرخ وتستغيث من أمريكا وتطالب بإرجاعها إلى بلدها الجزائر حية أو ميتة. نستمع إلى هذا المقطع ثم نعود. السلام عليكم. أنا امرأة مسلمة جزائرية من بلد الجزائر. وش نقول لكم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وش نقول لكم؟ تزوجت في الجزائر براجلي على أساس نتزوج زواج كما أنا كما الناس، باش يجيبني الأمريكان بلي عنده جنسية أمريكية. من بعد ما عرفتش واش صرا، الناس تاع اللي لهنا خبروني وقالوا لي باللي راجلك راهو هكا وهكا وهكا. ما نقدرش نقولوا في اللايف، انا عارفه روحي راح يقتلوني ما راحش حنعيش. قادرين يجيبوا وحده كيما انا تقولكم باللي انا امينه ونفس اللهجه ونفس الشعر والوجه والعينين. ما تامنوش خاوتي، امنوا بدي انا. خاوتي وش نقول لكم؟ راني في اليد اللي ما ترحمش. حبوا يخلوني زانيه باش نزني، انا ما نزنيش خاوتي، ما نزنيش، نموت وما نزنيش. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اكتشفت باللي هذوك الباسبور اللي حطيتهم هذوك الكواغط قالوا لي باللي انتي راكي. إذن الفيديو طويل جدا، وكما قلت في بداية البرنامج هو لسيدة تقول بأنها تزوجت مع ابن بلدها وسافر بعدها إلى أمريكا، غير أنها صدمت بواقع مرير، أوراق مزورة ومحاولة استغلالها في أفعال إباحية وغير ذلك. وطالبت الدولة الجزائرية، هي ركزت على الشرطة الجزائرية بأن تنقلها إلى الجزائر. هذا الفيديو استعطف الكثير من الجزائريين، ولكن ظهرت بعض الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقول بأن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، أنقل ما قيل يعني، وبأن زوجها قال بأنها أساءت التصرف وأساءت سمعة كل الجزائريين المقيمين في أمريكا. أين الحقيقة؟ ضيفي عبر الهاتف تواصل مع هذه السيدة، وهو يعني عنده موقع سياسي يستطيع أن يتكلم بمسؤولية، وهو النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج السيد نور الدين بلمداح. مساء الخير سيد بلمداح. وسؤالي الأول، نقل عنك وصف هذه السيدة بأنها لا تعي ما تقول ولا تعي ما تفعل، وأنها تحتاج إلى رعاية نفسية. لماذا قلت هذا الكلام؟ مساء الخير اخي قاده، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا البرنامج الجديد. اهلا. على كل حال للاسف يعني انا كباقي ابناء الوطن اني شفت هذا الفيديو، ولما شفته في اول وهله لما اعطيه يعني ذاك القيمه اللي لازم نعطوها له، على اساس ان السيده كانت ظاهر في تصريحاتها المتناقضه ان لديها اضطراب نفسي. ولكن للاسف يعني وصلتني بعدها عده طلبات من جاليتنا، خاصه حتى في امريكا ومن المنطقه التي امثل الجاليه فيها، يعني انا امثل الجاليه كذلك في منطقه امريكا، وحتى من الجزائر يطلبون مني التدخل. فقلت لربما انا لم اعطي الامر لموضوع حقه، فاخذت ابحث اولا عن الارشيف الموجود في صفحتها، لأنني قرأت بعض التعليقات أن هذه السيدة اعتنقت المسيحية، فما وجدته ما تستطيعون أنتم أيضا أن تجدونه في صفحتها. أنا منذ 2013 و2014 وهي تضع أحاديث شريفة، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وبالتالي لا أظن أنها اعتنقت المسيحية.
كما يريد أن يروج لها. وكذلك اتصلت ببعض أبناء جاليتنا بما فيهم جيرانها ومن يعرفون هذه السيدة، فأبلغني أحد الأصدقاء أن زوجته ذهبت مع بعض النسوة لرؤيتها والإطمئنان عليها. فاتصلت هذه السيدة بالشرطة وقالت أن هناك نسوة جاءوا ليقتلنني، وبالتالي فأصبح ظاهرا أن هذه السيدة تعاني من وساوس وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية. فطلبت من أحد الأصدقاء أن يجعلني أتحدث إليها عبر الهاتف، فوعدني بذلك وذهب إلى بيتها بحضور زوجها وأوصلني بها عبر الهاتف وتحدثت إليها. قدمت لها نفسي نائب عن الجالية، أنني أمثل الجالية كذلك في أمريكا، وأنني لن أسمح لأحد أن يؤذيها وأنها ستكون في أمان، وإذا أرادت أي مساعدة من طرف القنصلية فهذا واجبي ودوري أنني سأطلب من القنصلية مساعدتها، وسوف أتابع أمر عودتها إلى الجزائر إن هذا الشيء الذي أراد. فدخلت معها في حوار، وهي كانت تلح وتصر على أنها تريد العودة إلى الجزائر ولكن بحضور الشرطة الجزائرية. ففي الحوار فهمت أن السيدة تعاني من اضطرابات، فندعو لها بالشفاء العاجل. ولكن سيد بالمداح، يعني هي حتى في الفيديو تقول أو تحذر من أن تعتبر مريضة نفسية، وكأنها كانت تتوقع بأنه سيقال هذا الكلام عنها، وتتحدث عن تهديدات. من خلال اتصالك المباشر أو غير المباشر بمحيطها تحديدا، هل يوجد من يهددها، يعني زوجها أو أشخاص آخرين، حتى لا نحكم على تصرفها هي؟ ربما تصرفها هو ردة فعل فيه نوع من الاضطراب، ولكن محيطها هل يهددها؟ والله أخذ بعين الاعتبار أخي قاضي هذا الأمر، وبالتالي سألت حتى أصدقاء زوجها، هو عامل سيارة أجرة على كل حال، يعمل في تاكسي أجرة، وحتى سألت بعض الجزائريين الذين يعملون كذلك كسائق أجرة ويتحدثوا عن خصاله الحميدة وخصاله الطيبة، يعني حتى أنه الآن منهار عصبيا الشخص. هو زوجها سائق أجرة في شيكاغو، ومسلم، هو مسلم طبعا، مسلم شخص يعني إنسان محترم، إنسان إذا ما قصة برأيك، ما قصة المسيحية وهذه القناة التلفزيونية التي جعلتها توقع ربما بعض الوثائق؟ هل تعتبر يعني من خلال معلوماتك أنها كلها قصص مختلقة هكذا؟ والله استقاضة، يعني يعقل أنه حتى أن الشخص يلتحق بديانة معينة يمضي عقد، يعني أن واحد يدخل في ديانة معينة هي عبارة عن قناعة، عبارة عن أنك تتفهم. لا، هو العقد لم يكن على الانتماء للمسيحية، ربما العقد كان على أن بدخولها المسيحية تحصل على امتيازات وتسافر إلى أمريكا، وتقول بأنني تفاجأت بأوراق مزورة ومحاولة جرها إلى تصرفات غير أخلاقية هكذا. يعني هو على كل حال هذا ما يشاع وما يقال، ولكن للأسف يعني نرجع فقط للمنطق. يعني قناة تلفزيونية هو دورها إعلامي أنها تشهر بديانة معينة، ديانة المسيحية. يعني تروح تبحث عن جزائرية من الجزائر، شخص يعني سيدة من الجزائر، تجيبها تطلعها تعطيها إقامة وتعطيها للبيت وتعطي لزوجها عمل وتعطيهم أموال. لا، تعرف بأن هذه الديانة يعني ولكن تعرف بأن سيد بالمداح، تعرف بأن هنالك يعني مخطط للتبشير بالمسيحية، وهنالك حالات كثيرة، ربما السيدة أمينة لأنها التي تكلمت لذلك نحن نركز عليها. هذا لا يعني بعدم وجود شخص يعني أشخاص أو حالات أخرى. الآن السؤال، يعني ما دام تريد أن تتنقل إلى الجزائر حتى لو كانت مضطربة نفسيا أو مريضة، يعني هل هنالك ما يعيق أن تعود إلى بلدها؟ لا يوجد، هذا هو المشكل. يعني الأشخاص اتصلوا بي، ولكن ربما في العقد أمضت أنها لا تستطيع السفر. يعني نحن نتحدث عن سيدة موجودة في دولة عظمى مثل أمريكا في حقوق الإنسان، عندهم أمن، عندهم شرطة. يعني نظن أنه حتى الFBI يتحدث عن الFBI يستمعوا لها، وبالتالي نظن أنه لا يمكن أن أشخاص يهددونها بقتلها أو حتى بقتل عائلتها بالجزائر. نظن هذا دخلنا في فيلم أكشن، يعني فيلم الغرائب الخير، وهي فقط سيدة للأسف اضطرابات الغربة بعدها عن أهلها، ربما كانت ضحية اضطراب نفسي. نتمنى لها الشفاء العاجل. والله صدقني أخذ، وأنا والله يشهد على ما أقول، يعني دار حوار بيني وبينها طويل. نأكد لكم أن هذه السيدة فقط عندها اضطراب نفسي، نتمنى لها الشفاء العاجل. حتى بعد ما وضعت ما دار بيني وبينها
في صفحتي اتصلت بعض السيدات، وهناك حتى من شاهدت أن كانت في نفس الحالة، يعني السيدة قالت لي أنها كانت ترى أن كل الدنيا تريد أن تسرق لها أبنائها، حتى أنها بدأت تخاف أن زوجها سيسرق لها أبنائها. قلت لي هذه حالات تحدث في الجزائر وخارج الجزائر. شكرا لك سيد نور الدين بالمداح، النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في أمريكا وفي الخارج. شكرا لك على هذه المشاركة معي، كنت معي من إسبانيا. وحسب السيد بالمداح فإن السيدة تعاني اضطرابات نفسية. نحن نقول هذا الكلام يعني بحياد تام. إن ظهر بأن العكس، يعني ظهر بأن هنالك تهديدات، نتمنى أن يتواصل معنا، سواء السيدة مباشرة حاولنا بكل الطرق بدون جدوى، أو واحد عنده رواية ثانية، والموضوع للمتابعة مثل